يلا انا كده نازله رايحه فتح الله دمنهور. الضرفه بتاعه الدولاب مخلوعه اهي، حطها عند الحيطه. فانا لبست حاجه بسيطه قوي، لبست التيشيرت وبنطلون اللي هو البوي فريند ده، وهنزل اروح فتح الله، يعني حاجه كده خفيفه ومريحه في المشي وكده، والعربيات هنركب مواصله وكده. تعالى اقول لكم. طبعا اساسي جدا قبل ما ننزل، وخصوصا في التجمعات والزحمه. اخدت شاور وحطيت المزيل ده. المزيل ده من الطف المزيلات اللي انا جربتها، حلوه قوي بجد. وكان سعره 60 جنيه من الصيدليه، اللي هو بتاع بادي ليشز. بيقعد 48 ساعه، حلوه قوي. وطبعا بستخدم برضو الزنك اوليف، حلوه قوي المناطق الحساسه عشان يأمننا كده لو قعدنا وقت طويل بره. وكمان اللوشن بتاع كير اند مور طبعا بعد الشاور. ومخمرية اماكن النبض بقى، والاماكن اللي هي هنا، وممكن كمان على الشعر عشان تخلي ريحة شعرنا حلوة. والتنت طبعا انا بعمله في البيت ده، هبقى اعمله معاكم. والروج اللي انا حطاه الدرجة دي، اللي هو زي النحاسي كده او بني، بتاع مية سينما، بس طبعا مش هيبقى باين لكم كده، اهو اللون بتاعه. بس قلت هعمل حاجة بسيطة وخفيفة جدا. هلم بقى الحاجات اللي انا هاخدها معايا في الشنطة عشان ما ننساش اي حاجة. وكمان بودي ميست ده حلو قوي، نرش منه كده شوية، بيدينا كده ريحة انتعاش وثبات. اللي هو اصلا لو معايا مكان في الشنطة كنت خدته فيه، اللي هو هرش منه كل فترة كده عشان بيعمل ريفريش حلوة قوي، وبيخلي الريحة تحفة، بيخليكي كده منتعشة وشامة من نفسك ريحة حلوة. ولبست طبعا الطرحه البيضه، وهلبس كوتشي ابيض وبس كده. انا بس عدلت الطرحه كده عدله تانية بس كده، وانا جاهزه للنزول. هنزل بقى يا جماعه. حسيت ان الروج مغمقني فحطيت لون روج مختلف. حطيت اللي هو طري وناعم على الشفايف قوي، اللي هو الخشب. لا، روج الخشب كان بتاع بريتي وومن. وحطيت حاجه كمان خفيفه من التنت، بس حاسه ان هو معلق معايا. بس كده الدنيا تمام. وحطيت كوت واحده من المسكره، بس كمان الكوتشي. يبقى انا كده جاهزه للنزول. ودي الشنطه بتاعتي، لسه بقى اروح اجيب الفلوس من فودافون كاش. و خلاص انا كده طلعت، واخدت كمان القهوه بتاعتي معايا. بأمن بقى على كل المداخل ومخارج البيت. اخدت القهوه بتاعتي معايا عشان اكيد هحتاج اشرب قهوه، ومش عايزه ان انا اروح اقعد في اي مكان واضيع وقت. عايزه اروح اجيب الحاجه اللي انا هجيبها وارجع بقى على طول. وكده الدنيا زي الفل معانا. حلوه قوي، ده كان جايلي هديه. خلاص كده جاهزين للنزول. وهنا بقى كنت خلاص نزلت بصور لكم الطريق كده. هم اصلا بيعملوا لسه ترميمات في الطريق، واحنا كده كنا متجهين على دمنهور. قلت هنزل فتح الله، فمشيت بقى كده. كنا في العربية طبعا، يعني بناخد عربية بقى من المكان اللي احنا فيه، بعد طبعا ما بنروح الموقف وكده، وبعدين بنطلع على المكان اللي احنا رايحينه، عشان المسافة كمان طويلة يعني مش قريبة ولا حاجة. وهنا كان آدم يعني قاعد جنب الشباك، بنصور لكم سوا، بيعمل لكم باي باي، يعرفكم يعني ان احنا كده خلاص رايحين دمنهور، وبنصور معاكم. هنا بقى كنا خلاص نزلنا دمنهور، وبعدين ما لقيتش العربيات اللي هي بتدخل البلد من جوه. اخدت آدم ومشينا في الشارع، قعدنا نصور كده شوية في الشارع. انا بحب بصراحة شوارع دمنهور جدا، هي محافظة وبيبقى فيها كده مرور بقى، واللي هي الاشارات بتاعة المرور، ففي امان كده واحنا بنعدي الطريق. هنا بقى كنا ماشيين في اماكن قعدنا نصور.
وكنت مخليه ادم يشيل بقى بتاعة القهوة بتاعتي. قلت له بقى مشي قدامي عشان اصورك. كنا نازلين انا وهو بس. شايفين كان الجو بقى يعني بصراحة الجو ما كانش حر، ما كانش فيه اي هوا، بس يعني الجو برضو الى حد ما حلو في الشوارع. حلواني بقى شفتوه كده كان شكله حلو ومبهج. جبنا ايس كريم، ايس كريم بالشوكولاتة على حليب تحفة. كانت كبيرة كده وحلوة. وهو بقى قلت له هصورك وانت بتاكل الايس كريم. بصراحة اليوم كان حلو قوي. وبعدين انا بصراحة يعني بقالي كتير ما نزلتش دمنهور، بس لما رحت اخدت ادم بقى وقلنا نتمشى. هنا ده هارت اتاك ده بتاع فراخ وكده، وده طبعا كنتاكي مقاطعة. فبس في ناس برضو بتدخلوا، يعني هنقول ايه ما علينا. انا بس صورت لكم الطريق هما الاتنين في وش بعض، بس هارت اتاك ده تقريبا مش مقاطعة لا خالص. وهنا بقى كنت دخلت محل طبعا ممنوع فيه التصوير، بس انا كنت مخبية كاميرا كده واحنا نازلين يعني. فطبعا كان فيه تخفيضات، وكان فيه حاجات ب275، وكان فيه حاجات ب300، وكان فيه مايوهات عليها تخفيضات حلوة وعروض. بصراحة كانوا عاملين سيل حلوة قوي. فانا قلت اما ادخل كده اتفرج واشوف الدنيا ايه. هنا واحنا طالعين طبعا دخلنا بقى واتفرجنا وطلعنا. بصور لكم بقى كل الحاجات كده اللي هي بره المعمول عليها عروض برضو اهي. حاجات حلوة وشيك وخفيفة طبعا تنفع للبنات اللي هي في الجامعة برضو. الدرس ده كان عامل 400 جنيه. هو المكان ده اسمه بون مارشيه. الهدوم بتاعته بصراحة تحفة. وبعدين دخلت الشارع اللي جنبه هنا. رحت برضو لقيت محل اسمه زهرة. فدخلت وجنبه فاشونيستا، لو تعرفوا محلات فاشونيستا يعني. وهنا واحنا داخلين بقى. هنا خلاص بعد ما طلعنا من زهرة دخلنا على فاشونيستا، فبصور لكم الاسم بتاعهم. دخلت برضو شوف طبعا في سيل برضو، يعني في تخفيضات في كل مكان. وهنا كده كنت بصور لكم الاوتفيت اللي انا لابساه واحنا داخلين. الناس بقى كانت بتشتري وبتشوف الحاجات. طبعا كنت مخبية الكاميرا طبعا عشان هما مانعين التصوير يعني. كنت مديرة الموبايل كده، فعشان كده المقتطفات يعني هجيلكوا الحاجات يعني ممكن مش كاملة يعني، او ما بصورش الحاجات بالظبط يعني. فقعدت كده اتفرج اشوف الاسعار واشوف في حاجة هتناسبني ولا لا، بس الصراحة ما حبيتش فيهم اي حاجة بصراحة. فزي ما انتم شايفين كده بصور معاكم يعني بحاول على قد ما اقدر. طبعا كان في بنات تختار حاجات وبنات بتلبس كده. هنا دريسات برضو. وهنا بقى البنطلونات. ورحت على الدريسات دي فشفت الدريس ده كان طبعا فيه يا بنوتة جماعة يعني عندهم بتعمل عنه مامتي لابسة حاجة وحشة جدا. اعلانات وكده. مامتي لابسة فقلت كده ستارة لما حمام. اقيسه. فادم ابني طبعا هتسمعوه هو بيقول ستارة لكم انه حمام مقطوعة من جنبين. بجد ستارة حمام. بجد ستارة حمام يا ماما. ستارة حمام ده انت تجيبيها وتحطيها في الحمام كده. بجد. ده بيلبسوها فستان يا ادم. لا دي ستارة حمام. ستارة حمام. ستارة حمام عاملة زي الفستان. بس عربية صغننة انا عايزة اجيب واحدة زي دي. ايوه يا ريت يبقى عندنا دي اصلا يا ريت يبقى عندك خالص. حتى القماشة بتاعته ما عجبتنيش. وصلنا فقعد يتريق عليا زي ما انت شفتوا. نزلنا بقى خلاص هنا دخلنا فتح الله. طبعا حاولت برضو اصور لكم في فتح الله كده يعني وانا مستخبية شوية. هنا بوريكم بقى اسواق فتح الله للجملة. يعني فتح الله ماركت ده. انا قلت بقى اروح ابحث عن الادوات المدرسية، وزمان هم عاملين عروض وكل حاجة. فبصراحة يعني جبت كام حاجة كده والحاجات اصلا ما عجبتنيش. وهنا جبنا العربية اللي احنا بندخل بيها بتاعة التسوق يعني بتاعة الشوبينج. وآدم قعد فيها.
زي ما انتوا شايفين كده وهو قاعد جواها. وقعدت بقى قعدت اشوف الحاجات هنا بقى، الشامبو البادز اللي هي الحاجات الفوط الصحية والكريمات بتاعة الشعر والحاجات دي. فقعدت بقى ايه ادور كده، كنت عايزة اجيب صن بلوك، قعدت ابص على الصن بلوك. بس الصراحة كان في عرض حلو قوي صن بلوك بتاع ماش، بس لقيته للبشرة الجافة والعادية، وطبعا انا بشرتي مختلطة مايلة للدهنية، فبعوز اللي هو اللوشن او الجل كده لبشرتي. كان في بقى اللي هو بتاع الكيدز ده، اللي هو بتاع الأطفال اللي بيترش ده. وهنا اللانش بوكس برضو الصراحة ما عجبونيش يعني، كان عاجبني الأزرق ده بس لقيت سعره اوفر اوي. هو متقسم وحلو وكل حاجة، بس يعني لقيت يعني سعر اللانش بوكس 150 جنيه تقريبا يعني. وقعدت يعني احاول ان انا اصور لكم اي حاجة، لان زي ما قلت لكم التصوير صعب وكده. فانا قلت اخش اشوف الادوات المدرسيه والحاجات دي. حتى بصراحه الكراسات ما عرفتش اجيبها من هناك، لانه قال لي لازم تاخدي دست على بعضها، وما لقيتش بقى كراسات 40 ورقه. والورق اللي لقيته كمان هناك ما عجبنيش، كان كراسات 28 اللي هي المفرده، وبيحسب لي الكراسه بسعر، يعني في كراسه عامله 5 جنيه، كراسه 6 جنيه كده يعني. طبعا في الفيديو اللي بعد ده فانا صورت معاكم الادوات المدرسيه بعد ما جبتها بقى من المكان اللي انا فيه، وقعدت اقول لنفسي يا ريتني ما روحت هناك وكده. بس جبت كام حاجه معايا. طبعا ما صورتلكمش الحاجات اللي جبتها، لاني كمان جبت لبنت عمتي كانت طالبه مني حاجات كده من قسم بقى اللحوم والحاجات دي، جبتها لها. وجبت كمان لواحده جارتي. وبس كده وخلصت بقى على ما رجعنا. انا هنا بقى كنت روحت، وكنا تقريبا الساعة 1 وشوية بالليل بجد، وكانت اخر عربية في الموقف. فانا بقول لكم ان انا ما لقيتش حاجة غير بتاعة الاستيكرات دي، وهريتكم كده جبت برضو كام حاجة. دي بتاعة الاستيكرز اللي هي بتتحط يتكتب عليها الاسم، اللي هي التيكت دي بتتحط على الكراسات، وعليها كده ورا معاها جدول، اللي هو بيتعمل الجدول بتاع الدراسة وكده. فقلت بقى ايه هوريكم الحاجات اللي انا اساسا حاسه جبتها. ان انا مش شايفه قدامي. وكمان المسطرتين دول جبتهم له لابني، خلاص اصلا فاضل زي يومين على المدرسه. جبت له المناديل اللي هي الوايت دي، وجبت لي واحده برضو. بصوا بقى الاستيكه دي حوار بقى بصراحه، حاجه كده زي القمر، هي مرسوم عليها فراولايه كده، وهي اصلا بالفراوله، ريحتها فراوله تحفه. وكان في منها بالتفاح والتوت الازرق، وكان في منها كمان بالبرتقال، بس احنا عجبتنا الفراولة دي، قلت هجيب له واحدة بس هي حلوة وكبيرة، فقلت اجربها اصلا هتمسح كويس ولا لا. انا قلت ابقى اشتري تاني يعني. دولت ايه الحاجات اللي هي بتاعته. وجبت علبة سمنة اللي هي جنة دي، معلش الحيطة بايظة هنا اسمنت وكده. السمنة اللي هي نيوزيلاند دي جنة حلوة قوي. ماما كانت جايبة منها الحجم اللي هي الكبير، فعجبتني قوي الصراحة. فقلت ان انا اجيب ايه منها، مش هجيب جنة العادية يعني، تنوع وكده. ولقيت طبعا المربى اللي هي الرشيد الميزان دي سعرها كان كويس، فجبت واحدة بالفراولة. وطبعا كنت جايبة الناس قرايبي كده معايا لحمة وشوية حاجات. جبت كمان الفلفل ده، الفلفلتين دولت عاملين 8 جنيه و55 قرش، يعني ب8 جنيه ونص. بس هو متبهدلة بجد، متبهدلة والله جاية متبهدلة انا خلصانة. احنا دلوقتي الساعة 2 طبعا جيت وعملت شوية حاجات ورايا كده، وارتحت شوية من المشي بس اليوم كان لذيذ. جبت له كمان كورن فليكس ده اللي هو الملون، الاطفال اصلا بيحبوه. جبت كمان قرنفل، دولت عاملين 11 جنيه. شايفين الكورن فليكس ده عامل، دولت عاملين 6 جنيه ونص. وطبعا انا بحب المقرمشات جدا جدا. جبت منها كلنا واحد في السكة بقى، اللي هو كان اللي هو الصوابع الطويل ده، وده عامل
بس ده ريحته حلوة قوي. ده عامل 7 جنيه، وده بقى خطير، انا بحبه قوي. ودولت عاملين 8 جنيه، دولت عاملين 8 جنيه ونص كده مثلا، 9 جنيه مثلا. ولقيت كيس اللبن ده، انا جبت كيس والله، كان المفروض جبت كيسين بس انا جبت كيس اللي هو الهنا دوت، لقيته ب14 جنيه. الحاجات كانت هناك حلوة قوي. طبعا كان معايا حاجات لناس قرايبنا، الفاتورة اساسي معانا الفاتورة، والحاجات دي كلها جبتها من فتح الله ماركت. وكنت جايبة لعيال عمتي حاجات برضو طالبينها معايا وكده، وبس كده. وصورت معاكم اليوم وشوية، بس مش عارفة اظبط الدنيا كده والاضاءة عشان احنا بالليل وانا اصلا مش مركزة، فانا حبيت اشارك معاكم الحاجات اللي انا جبتها وكده. وبس بقى اللي انا جبت له حاجه وديتها له، واقول لكم بقى تصبحوا على خير. وخلص اليوم بتاعنا على كده، يا دوب هروح اتوضى واصلي واغسل وشي بقى واشيل كل حاجه في بشرتي واعمل سكين كير وانام. باي باي.